السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد الغني شارلو، رئيس جمعية منتدى الآفاق للثقافة والتنمية فرع ولد عياد، فاعل وناشط جمعوي. اليوم جينا في اعتصام ولا نقدروا نسميوها مسيرة اليوم، لأننا تنقلنا من ولد عياد إقليم فقيه صالح 45 كيلومتر الولاية ديال بني ملال. عندنا جوج النقاط على جينا لهنا، هو نقطة ديال الماء ونقطة ديال الضوء. المشكل اللي كاين هو أن هاد الناس هادو طالتهم واحد الحقره وواحد التهميش، ماشي وليد اللحظه، وانما 8 السنين هذه و9 السنين هذه. كاينين الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل 9 السنين. المشكل اللي كاين هو انه كاين 4000 دوسي اللي عندها محاضر ديال البناء العشوائي. هاد 4000 دوسي هذه ما عندهاش الماء والضوء 8 السنين، امام تعنت كل من المجلس البلدي ديال ولاد عياد والسلطه المحليه اللي هي السيد الباشا ديال المدينه. كاين واحد التعنت بانهم كيلوحوا الكره ما بيناتهم، كل ما بغاش يتحمل المسؤوليه ديالو. دابا كاين واحد الحل اللي هو حل اقصائي في حق هاد الناس هادو، هو ان المجلس البلدي والسلطه المحليه بغاو يفكوا مشكل ديال الناس اللي ما عندهمش محاضر، لان 4000 دوسي كاينين الناس اللي عندهم محاضر وكاينين الناس اللي ما عندهمش محاضر. هاد 4000 دوسي هادي غيتم الاقصاء ديال الناس اللي عندهم محاضر، واللي هما خصنا نركزوا عليه مزيان، بان هاد الناس اللي عندهم محاضر هما الناس الفقراء والمهمشين في ولاد عياد. يعني الناس اللي عندهم اليتامى والعيالات اللي ما عندهمش رجالتهم، والناس اللي مكرفسين اقتصاديا، يعني الناس اللي يلاه لقات فين تمخشش. مازال كيعانيو من الماء ومن الضوء في حي اللي هو مهمش ومقصي 8 ديال السنين بطريقه يعني مقصوده، لان ولاد عياد عندها الماء وعندها الضوء، ودايز الماء والضوء دايز من قدام الديور ديالهم وما كيستافدوش منه. اليوم امام تعنت ديال المجلس البلدي وديال السلطه المحليه وديال عامل الاقليم اللي تنحملوه المسؤوليه، كنحملوه المسؤوليه الكامله فيما يقع. علاش؟ لانه ما تدخلش وما عطاش حتى الراي ديالو في المشكل. دابا كنحملوه المسؤوليه وكنتوعدوا هاد الناس بانه في حاله لم يتم حل هذا المشكل وتمتيع هاد الناس بالحق المشروع ديالهم اللي كتكفلوه لهم الدستور المغربي وكتكفلوا لهم المواثيق الدوليه انهم يتمتعوا بالماء والضوء، في حاله لم يتم تنفيذ هذه المطالب فاحنا مضطرين لاخذ مسيره على الاقدام حتى الرباط. وهذا وعد شرف منا لجميع المسؤولين. في حال لم يتم حل المشكل فاحنا مضطرين اننا نديروا مسيره على الاقدام للرباط، وهذا من غدا ان شاء الله، في حاله تم رفض الطلب ديالنا بلقاء السيد الوالي في بني ملال.